السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا ومرحبا بكم في قناة أسرار شيري. إن شاء الله النهاردة هنقدم فيديو عن أنواع البخور. إزاي أنا بعطر المنزل بتاعي. تمام، لأن الفيديو ده طلب مني كتير صراحة، وإن شاء الله نعمله مع بعض النهاردة. أنواع البخور أو إزاي أنا بعطر بيتي، ده بيتوقف على كذا شيء. خلاص. اولا قبل ما تعطري بيتك لازما بيتك يبقى نظيف، لازما بيتك يبقى اساسا من غير ما تعطريه هو يبقى ريحته جميلة، يبقى نظيف، يبقاش منبعث منه روائح كريهة وبعدين تقولي انا عايزة اعطر البيت. تمام، لا، احنا هنعطر بيتنا. هو بيتنا طبيعي لازم يكون ريحته حلوة، واحنا بنزود شوية حاجات تخلي الريحة احسن. تمام، يلا نشوف مع بعض احنا هنعطر بيتنا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا بعطره زي ما انتوا شايفين بثلاث طرق. خلاص. سواء بعطره بالبخور عن طريق الفحم، او بعطره عن طريق المباخر الكهربائية، خلاص، او عن طريق اللي هي الفواحات او الرشاشات الفواحة. تمام. طيب، في حبايبي كانوا عايزين يعرفوا انواع البخور اللي انا بستعمله. صراحة يا بنات انا استعملت انواع بخور كتير كتير قوي يعني، بس في كام حاجة كده توقفت عندهم. ريحتهم بتعجبني جدا، وبحس بهدوء اعصاب وهدوء نفسي كده وانا يعني مشغله او مولعه البخور دوت. خلاص، يلا نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نبتدي، تعالوا الاول حاجه نبتدي. لو انا هعطر منزلي بايه، بالعطارات اللي هي الفواحات اللي بتترش ديت. خلاص، نوعين بس اللي عجبوني اللي انا اختارهم، اللي انا استعملهم وافضل باستمرار موجودين في بيتي. تمام. طيب، انا قبل كده كنت بستعمل نوع تاني. مرة كده جربت حاجة من ماي واي، صراحة ما عجبتنيش اي حاجة من ماي واي. خلاص، فما بجيبش اي منتج ليه صراحة. دي حاجة جديدة نازلة السوق، جميلة جدا. هي بقالها فترة يعني، بس مش فترة كبيرة. حلوة جدا، والريحة بتاعت الفواحات الرشاش دي او الفواحات المائية دي ثابتة جدا، ثابتة وجميلة، بتقعد فترة كبيرة بعد ما رشها، يعني تقعد حوالي كذا يوم، يعني 4-5 ايام كده لسه الريحة موجودة في الشقة كأنك لسه رشها بالظبط. هما احسن ريحتين، يعني احسن ازازتين الريحة بتاعتهم حلوة. النوع دوت اسمه بهجة، ده ممتاز جدا، بحب ريحته جدا، وصراحة ما بتتعبليش صدري ولا بتتعبلي مناخيري. لاني برضو في حاجات بجيبها بتبقى جميلة وحلوة جدا، بس انا ما بقدرش استمر عليها لانها بلاقيها بتتعبلي مناخيري وجيوب الانفية جدا يعني، والتنفس. ودوت برضو ريحة العود. خلاص، حلوة جدا الشركة ديت، ومنتجاتها ممتازة صراحة، ودو احسن ريحتين في المنتج دوت. خلاص، ممتازين جدا. هي الازازة تقريبا ب30 جنيه. خلاص. طيب، نشوف ايه تاني ممكن استعمله. زمان زمان يعني كنت بستعمل نوع تاني كده، كان عبارة عن زيت تدلقيه وفي شمعة تحت بتفضل تشتغل في الشكل الموجود لغاية لما الزيت ده بيسخن وبيبتدي يفوح المكان. بس صراحة اولا هو خطر، متعب جدا على الجهاز التنفسي، ما انصحكيش بيه. يعني انا مش شايفاه اللي هو كويس يعني. يلا بقى نعرف الطريقة التانية. دي فواحة بتشتغل بالفحم. خلاص، ادي الفحم حطاه عندي هنا في الطبق. خلاص، ما بحتاج بروح، ده اسمه فحم سريع الاشتعال. ده ممتاز جدا في حاجة لو انتي مثلا عايزة تشغلي بخور، بتشغلي له الفحم سريع الاشتعال،
ممتاز جدا يا بنات. خلاص لو هتستعملي ايه البخور عن طريق الفحم، تمام، ده بتحطيه على النار لمدة 5 دقايق بالظبط. وهنا بتحطي سلوفان بتبتدي تحطي ورق ألمونيوم. خلاص، وبعدين بتحطي جواه الفحم مولع يعني شغال، وبتبتدي تحطي البخور بتاعك على الفحم. بيقعد فترة كبيرة وبيعمل ريحة جميلة جدا. وعلى فكرة معلومة مهمة، ان البخور احسن شيء ليه وهو اللي انتي تسخني البخور عن طريق الفحم. يعني تشغلي الفحم وتحطي عليه البخور، دي احسن طريقة للبخور. يعني بتستفادي بكل فايدة الزيوت اللي موجودة داخل البخور اللي انتي بتستعمليه. تمام كده، دي احسن طريقة وافيد طريقة على فكرة. خلاص، اللي هي بالبخور اللي هي بالفحم، البخور والفحم دي احسن طريقة. تمام يا حبايب قلبي. طيب تالت طريقة وايه هي؟ وهي اللي انا بستعمل الفواحات المبخرة الكهربائية. خلاص، دي فيشة بتتحط في الكهرباء وبتدوسي على زرار التشغيل وبتشتغل، وبتحطي هنا لما تسخن تبتدي تحطي البخور بتاعك. خلاص كده حبايب قلبي. هنا نفس الطريقة برضو، دي كهربائية، لما بتسخن ببتدي احط البخور بتاعي واغطيها كده اهوت. حلوة جدا وممتازة العملية صراحة. هي احنا بنقول الفحم احسن بكتير، ولكن هي دي اسهل. خلاص، وما بتعملش رواسب يعني زي الفحم وكده. خلاص. طيب ايه انواع البخور اللي انا بستعملها؟ تعالوا اقول لكم الاول اللي هو حلو بس انا مش بحب استعمله. زي ايه ده؟ زي اسمه روح العود. بس الصراحه انا مش بحب استعمله لان ريحته تقيله جدا، الريحه بتاعته تقيله قوي. خلاص، هفتحه وارجع لكم. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، كل علبه بخور بحط فيها المعلقه بتاعتها علشان ما يتنقليش البخور دوت لريحه بخور تاني لريحه بخور تاني لو استعمل معلقه واحده. ولما تيجي تشغليه ما تحسيش بالريحه النقيه بتاعته بتاعه البخور نفسه. خلاص، متبقيش عارفه دي ريحه ايه بالظبط. المهم هو ده اسمه معمول يعني، ده اسمه روح العود المعمول. خلاص، بيبقى عباره عن كور كده، وبتيجي لما بتولعي الفحم او الكهرباء او المبخره الكهربائيه بتبتدي تبسيه كده اهوت. خلاص، سوري اتنطر من ايدي لانه نشف بقاله يعني فتره عندي، لان ما بستعملهوش لان ريحته تقيله جدا. خلاص، فده بيتعب لي الجيوب الانفيه صراحه. هو ريحه عود زي مركزه كده فبتتعب لي مناخيري صراحه جامد يعني. خلاص، بتتعب لي الجيوب الانفيه. ده اول نوع، هو كويس بس انا ما بستعملهوش قوي، انا راكناه. تاني نوع وهو بخور بحريني. البخور البحريني ده ممتاز زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، اسمه بخور بحريني مبسوس. خلاص، لان في نوع مبسوس، في نوع من البخور، يعني انا بقولك الانواع الموجوده. مبسوس يعني هو كده بالطريقه ديت، ده اسمه مبسوس. خلاص، في نوع تاني قطع عود، وده من اغلى انواع العود وهوريهولكوا دلوقتي. وده احسن عود انا بستعمله صراحه. بس الحاجات دي على فكره يا بنات انا مش عارفه ممكن تلاقيها هنا في مصر ولا لا. انا الحاجات دي كلها مش من الحقيقه مش من مصر يعني، بس انتوا الحيتوا عليا اللي انا انزل لكم الفيديو دوت. بس صراحه ما كنتش عايزه انزله لان انا قلت هنزل للناس حاجه ممكن ما يقدروش يجيبوها او حاجه مش متواجده. بس على العموم لو حد خارج مصر، وانا عارفه في ناس كتير متابعيني خارج مصر، لو جابوا الانواع دي ممتازه يعني. ده اسمه ايه؟ بخور بحريني مبسوس. خلاص، هو ده النوع المبسوس. وفي قلت قطع العود، وفي نوع تاني اللي هو زي اللي احنا شفناه المعمول اللي هو الكور دوت. خلاص، نشوف بقى ده نوع من انواع العود ممتاز جدا جدا وانا بحبه قوي برضو. العود اهو الاصلي من بيت العود. خلاص، وده على ما اعتقد يا بنات، استنوا، ده على ما اعتقد من العراق. مش عارفه ده منين بالظبط، بس على ما اعتقد ده من العراق يعني. خلاص،
نوع تاني ده برضو من العراق، ده من افضل انواع البخور بالنسبه لي، احلى بخور في حياتي، بعشقه جدا. وده انا كنت مشترياه مش حتى بالعمله العراقيه، انا كنت مشترياه بالدولار. فده رائع، هو غالي جدا، هو غالي جدا لانه بالجرام. خلاص بصوا يا بنات، هو ده اللي انا بقول لكم عليه، هو اتدلق في العلبه بس مش مشكله، هو لازم يتحفظ كده. بصوا عامل ازاي، ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو العود الاصلي اللي هو بيبقى عيدان. بصوا انا مجرد فتحت العلبه ريحته ملت المنزل بتاعي اهو، بيبقى عباره عن قطع. خلاص ده من احسن واغلى انواع العود، وكنت جايبه منه برضو من الكويت، تحفه تحفه. نفس برضو النوعيه ديت العود اللي هو بيبقى بالطريقه ديت. خلاص ده كان من العراق برضو، من احسن الانواع اللي انا بستعملها صراحه. انا كنت جايبه منه كذا علبه. خلاص جايبه منه كذا علبه، دولت علبتين، وجايبه برضو علبتين تاني وشايلاهم. ده انا حاليا اللي بستعمله على طول. خلاص حبايب قلبي، في نوع تاني انا جايباه من مصر صراحه ولقيته جميل جدا جدا، يعني من احسن البخور اللي انا جبته هنا من مصر، اسمه رفاق الروح. خلاص بخور رفاق الروح ده من هنا من مصر، والعلبة دي ما كانتش غالية، كانت ب35 جنيه، بس صراحة ريحته تحفة، جميل جدا، كنت جايباه هنا من مصر. بس بصوا ده بقى، ده نوع تاني من انواع البخور، بيبقى عبارة عن ايه، زي شفتي قطعة الشوكولاتة كده، برضو نفس الموضوع، قطعة شوكولاتة كده انتي بتحطيه في المبخرة بتاعتك، لان ده ناشف ما بيتكسرش، تحطيه في المبخرة الكهربائية او على الفحم، بتسيبيه مدة كبيرة لغاية لما يعني يعني تخلص، فاهمة، كل الزيوت اللي فيها تطلع وتخلص وتحترق. تمام، هو ده نوعه، ده اللي من مصر. طب يعني جميل جدا جدا يعني. خلاص دي انواع الحاجات اللي انا بعطر بيها بيتي وبس. يا رب يكون الفيديو افادكم. كنتم مع قناة اسرار شيري، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.